السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلوه ديال التمر. الحلوه اللي كنخدم بزاف، كتخرج بزاف في لي كوموند. الحلوه ديال التمر، يعني عندي هنايا عجنه، عندي 250 غرام ديال الزبده للدار، عندي كاس ديال السكر كلاصي، وعندي كاس ديال الزيت، وعندي قريصه ديال الملحه، وعندي هنايا كاس ديال الماء الزهر. هو باش غادي نجمع هذا الخليط. وعندي هنايا واحد 600 غرام ديال الطحين، ما كتهزش كيلو كامل. بسم الله. غنخدم معكم هذا السكر كلاصي والزبده حتى تندمج مزيان. عاد غادي نزيد عليها الزيت والماء الزهر. كما قلت لكم كنخدم الزبده مزيان مع السكر كلاصي حتى كتلق مزيان، كيدخل فيها السكر كلاصي في الزبده، يعني تخدموها مزيان حتى يدخل السكر كلاصي كامل. هذيك الساعه غادي نزيد هاد الكاس ديال الزيت، وغنزيد في نفس الوقت نص كاس ديال الماء الزهر، ونجمع الخليط بالطحين. صافي دابا غنخلط هادشي كامل، وغادي نبدا نضيف شويه بشويه، حيت كتعرفوا الماء ما غاديش يدخل مع الزبده. فاش كتدخلوا الماء شويه الطحين شويه بشويه، هاد ديك الساعه كيتخلط كامل. غنبقى نضيف شويه بشويه الطحين حتى نجمع العجينه. نتوما كتشوفوا بعد ما جمعتها 600 غرام نيشان اللي هزات ليا العجين ديال الطحين. نتوما كتشوفوا راه باقي مطلقه شويه، ماشي قاصحه بزاف. غنحطها ترتاح في الثلاجه. الا كانت عندكم الوقت خليوها ليله كامله، ما كانش عندكم ساعتين وخدموا بها. بعد ما جمعت العجينه ديالي، دابا نوريكم النوع ديال التمر اللي كنخدم به. هذه هي النوعيه باش كنخدم. وعندي هنايا غادي واحد 2 معالق كبار ديال الجنجلان محمرين مزيان. عندي معلقه كبيره ديال الزبده، عندي معلقه صغيره ديال القرفه. صافي غادي نحل هذا. وعندي هنايا واحد 2 معالق ديال الماء الزهر. هادشي اللي كاين في هذا الحشوه ديال الحلوه ديال التمر. دابا غادي نحل هاد البلاستيكه ونجبدها ونرجع معكم. هانتوما كما منين حليتها، نتوما كتشوفوا كيفاش جات طريه. ما تبقوش تاخذوا هذاك التمر اللي قاصح، يعني خذوا هاد الماركه هادي راه كتجي زوينه في الحلوه. دابا غادي ندمجها، غادي نخلطها مع هاد القرفه وهاد الزبده وهاد الجنجلان حتى تخلط مزيان. وغنزيد ليهم نيت في نفس الوقت 2 معالق ديال الماء الزهر، وهما باش غادي نطلق هاد العقده ديال التمر. غير 2 معالق، ما تكثروش بزاف الماء الزهر. صافي غادي ندخل فيه هادشي كما قلت لكم بهذه الطريقه هذه. اللي بغى يدير المكسرات بحال الكركاع، بحال اللوز، بحال الكاوكاو، يديرهم. انا هادشي اللي كندخل في الحلوه ديال اللي كنخرج في الكوموندات. هذا الجنجلان اللي كندير فيها على حساب نتوما. الا بغيتو تخدموا في الكوموندات فيها الكركاع ولا اللوز، ديك الساعه راه كتزيدوا في الثمن داكشي اللي دخلتو ديال المكسرات. انا السيده مولفه كتاخذها من عندي بهاد النكهات، يعني غير القرفه والجنجلان والماء الزهر كتجي زوينه بزاف. صافي حتى هي غادي نخليها على جنب ونخليها تستراح. على ما تستراح ليا العجينه عاد نرجع نخدم بهم بجوج. صافي بعد ما ارتاحت العجينه ديالي، دزت باش نخدم فيها. كناخذ واحد شويه ديال العجينه، كندلقها في البوطاجي بحال هكا. الا كانت كتلصق لكم ديروا شويه الطحين.
غنعاود انا وندير لها شويه الطحين. غير الا كانت كتلصق لكم، انا ما عمري فاش ندير لها الطحين، بالمره لصقت ليا. صافي كنطلقها عادي بحال هكا. صافي كناخذ واحد المرشم اللي كبر من هذا، دابا ما جبدوش، غنخدم غير بهذا بحال بحال. كناخذ الكويرات، نتوما تشوفوا الكويرات اللي صايبت ديال التمر. صافي كتحاولوا تسدوا عليها بحال هكا بهذه الطريقه هذه. ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا، المهم بحال هكا. بحال هكا كيما قلت لكم، كديروا كويرات على حساب، بغيتوهم صغار بغيتوهم كبار، كتخدموا على حساب الحجم ديال الحلوه اللي بغيتو. غير بحال هكا كنكورهم كاملين بهذه الطريقه هذه. صافي كناخذ هذا المرشم هذا، كندير ليه شويه ديال الطحين باش ما تلصقش لينا. صافي كندرك عليها بهذه الطريقه هذه. هانتوما كي كتشوفوا كي كتجي بحال المعمول ديال اي مرشم عندكم كتعجبكم الورده ديالو، غادي تخدموا به بطبيعه الحال، ماشي بالشرط هذا. اي معمول عندكم غادي تخدموا به. نتوما كتشوفوا الورده اللي كتعطينا، كتجي الورده ديالها زوينه بزاف. المرشم هو هذا. خلاص الا كبرتوها قد المرشم غادي تجي فيها الزواقه كامله. غير بحال هكا. صافي غادي نحيد من هذا الشكل هذا، نوريكم الشكل الاخر. صافي منين ساليت من داك الشكل دزت لهذا كما كتشوفوا، هزيت غير واحد الكميه ديال التمر وروليتها بحال هكا غير في البوطاجي بحال هكا، دورتها. غادي ندير بها داك المعمول بحال المقروط. غير باش نوريكم الشكل الاخر وصافي. راه التمر كيما خدمته كيجي زوين بحال هكا. صافي كنقطعو غير على شكل مقروط بحال هكا. عاد في الاخر غادي منين غينشف شويه غادي نقشو. صافي منين ساليتها بحال هكا، مازال ما ساليتهاش، يعني كنخدم واحد جوج حرابل ولا ثلاثه، عاد نرجع نقشهم. الا بغيتو تخليو باش ما تنشف لكمش بزاف، الا بغيتو تخليو حتى الاخر حتى تساوليو كاع الحرابل، عاد ترجعوا تنقشوها. هاد الطريقه باش كنقشها، عندي واحد المنقاش هنايا وكنقشها به، غير على التغيير كالتغيير وصافي. صافي غير كنستمر بحال هكا حتى نقشهم كاملين، وغنخليهم نديرهم في اللاطه ونخليهم ينشفوا ليله كامله. عاد ديك الساعه نطيبهم. هي الحلوه ديالي بعد ما صايبتها وخليتها باتت ليله كامله، دابا غادي ندخلها للفران نشعل ليها من التحت ونخليها حتى طيب من التحت. نبدا نقلبهم، الا طابت من التحت غير شويه تشد اللون، صافي كنطفي عليها من التحت ونشعل عليها من الفوق حتى تحمر شويه، ماشي تحمر غير تشد في راسها مزيان. كنجبدها، ما تخليوش ليها، ما تكثروش ليها الطياب، حيت كتقصح الحلوه ديال التمر في الحلوه في الفران الا كثرتوا ليها الطياب. هي الحلوه ديالي بعد ما جبتها من الفران، نتوما كتشوفوا اللون اللي خدات، يعني ماشي محمره بزاف،
طياب غير شويه شاده اللوين شويه وصافي. صافي كناخذها وكنديرها في السكر كلاصي، كنهز غير شويه د السكر كلاصي بين يدي وكنحطها بحال هكا. هذه هي الطريقه باش كنخدم هذا المخروط، باش هذه من الجناب ماشي تغطى كلها من الجناب بالسكر كلاصي. وهذه حتى هي راه هاد الورده هذه نفس الشكل، هذه خلاص كتغطس كلها، كتحاولوا تقدوا لها غير وجهها وتسوسوها شويه، تنقصوا ليها السكر كلاصي الفياض، السكر كلاصي اللي زايد كتحاولوا غير تمسحوا بيديكم وصافي. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال التمر ديالي. نتمنى تجربوها، كتجي رطبه وكتجي هشيشه، حيت انا دابا عندي فيه كوموند. مره اخرى ان شاء الله نحل معكم واحد الحبه. المهم راه كياخذوا من عندي الكليان وكتعجبهم بزاف بزاف. وعندي السيده طلبات حتى الفقاس، درت ليها عجنه ديال الفقاس ودرت ليها الصابلي. مره اخرى ان شاء الله نشارك معكم الشكيلات ديال الصابلي، حيت كل مره غنشارك معكم حاجه، حيت الا جيت نصايب لكم نشارك معكم الصابلي والحلوه التمر والفقاس غادي يجي الفيديو طويل. نتمنى يعجبكم وبصحه والراحه.